احنا عندنا كلاينت عنده فكرة وفرحان بيها جدا وعايز يحولها لسوفت وير. طيب هو عايز يعمل الفكرة دي ليه اصلا؟ ممكن يكون عنده بروبلم في البيزنس عنده وعايز السوفت وير بتاعه ده يحلها، او ممكن هو شايف ان في فكرة معينة الناس محتاجاها فهو ممكن يقدمها في شكل سوفت وير، او ببساطة هو عنده بيزنس ايديا عايز يعمل سوفت وير برودكت ويكسب فلوس. طيب عشان نفهم الدنيا دي بشكل اوضح تعال نتخيل كده ان العميل بتاعنا عايز يعمل يوزد ماركت بليس. اول حد العميل بمجرد ان هو هيخش الشركة ويقعد معاه هو اللي بنقول عليه البرودكت اونر، وطبعا التيم بتاعه اللي هم البيزنس اناليستس اللي معاه. دول اول اتنين بيبتدوا يتعاملوا مع العميل تكنيكال، بعيدا طبعا عن السيلز والكلام دوت، احنا بنتكلم تكنيكال. فده اول اشخاص هيتعاملوا مع العميل. طيب بيتعاملوا ازاي؟ تخيل العميل دخل معايا كده وقعد في الميتنج روم وانا ابتديت اخد منه حاجه بنقول عليها الريكوايرمنتس. فهيبتدي يسال الراجل او الكلاينت دوت، يا كلاينت هو انت ليه عايز تعمل الابليكيشن دوت؟ فيرد الكلاينت والله انا عايز اسهل على الناس اللي عايزه تبيع عربياتها انها تلاقي مكان ديجيتال تقدر تعرض فيه عربياتها بسهوله وبطريقه اقتصاديه من غير ما تضطر ان هي تستعين بوسيط ياخد عموله كبيره. وكمان بدل لما البايع يسيب عربيته في معرض لحد لما تتباع يقدر يعرضها بنفسه وهو قاعد في البيت. وفي نفس الوقت الناس اللي عايزة تشتري تقدر توصل للعربيات المعروضة بسهولة. ممتاز. كده بدأنا نفهم البروبلم وبدأنا نفهم الفاليو اللي العميل عايزها للبرودكت ده. هو عايز يسهل البروسيس دي الفاليو.